إنسان ما قد طالبت بالسجن أحد في حياتي، تمام؟ مهما كان صوته سيء، مهما كان عديم موهبة، كنت متعايش مع كل الناس في كل أمان، تمام؟ بس اليوم من كثر السوء اللي سمعته بطالب بالسجن شخص لأول مرة في حياتي. شيء من كثر ما هو سيء أعتبره جريمة، تمام؟ ومو أي سجن، جوانتانامو هيك. خلوني أوريكم إيش أقصد لأنكم بتحسبوني أبالغ. ايش لكم شخباركم يا جماعة؟ طبعا أنا كتبت راب عن فلسطين لأن أنا وايد أحب فلسطين وأتمنى إني أروح لها، زين؟ فعشان كذي تخيلت نفسي إن أنا رحت لها، زين، عن طريق الراب. وأنا سويت الراب كتبته بإيدي، والله مو مسروق ولا مبيوق، عشان أقول لكم. والحين ببلش، يلا بسم الله. بسم الله. ها؟ أول شيء ياو ذي سمت قبل ما تغني راب قبل شوية ولا أنا سمعت غلط؟ أقول لكم. والحين ببلش، يلا بسم الله. ذا نفس اللي يسمي قبل ما يشرب الويسكي، تمام؟ بس واضح مسكينة على نياته، بنمشيها لها. بعدها قالت أول شيء ياو. تحسب الياو ذي ضروري تنقال قبل الراب ولا رابك باطل؟ البارات باطلة. وذا كله قبل ما نبدأ، خلونا نسمع ايش بتقول. ياو أنا لو بيدي أروح هناك بدون تذكرة، أنا لو بيدي أروح هناك بدون تذكرة، وما ألبس حزام لأن فلسطين هي الأمان، وما ألبس حزام لأن فلسطين هي الأمان. وما ألبس حزام لأن فلسطين هي الأمان. وأروح هناك وترجم واشرح للناس على اللي جرى، وأروح هناك وترجم واشرح للناس على اللي جرى، وأروح هناك وترجم واشرح للناس على اللي جرى، وأروح هناك. يا بنت الحلال، عارف سمعناها 3 مرات وليتوا شيء قوي عشان تعيديه 4 مرات. إيش يخليك تروح هناك وتعلميهم على اللي جرى؟ هم عارفين أكثر منك، هم عارفين عايشين هناك. 50 سنت السالمية تسوق أمها يمين بالله. وأروح هناك وترجم واشرح للناس على اللي جرى. يا فلسطين اللي صار لك مو شوية، مو شوية، مو شوية. أمبي what the fuck إيش ده؟ هذا اللي يبغاه الاحتلال بالضبط. لأنه بعد ما نزل أول جزء لها وحطيته في ستوري للانستا قبل أسبوعين تقريبا، جاني واحد فلسطيني قال لي باري بدناش دعم بعد كذا خلاص. قلت له يا ابن الحلال صلي على النبي، ذي تمثل نفسها بس. قال لي بدناش دعم بعد كذا. ذي قاعدة تسبب الفرقة بين المسلمين. ما قد سمعت راب من كثر ما هو سيء يسبب التفرقة والنزاعات في الأمة كاملة. أنا في البداية كنت أقول ذي مسكينة على نياتها، بس السوء ذا يحسسني إنه الموضوع أكبر من كذا، في مؤامرة في الموضوع. عارفين كيف؟ ذي اللي من جد تحتاج نصيحة من الرابر جوتشي. في 2007 الرابر جوتشي قال كلمة ما نسيتها في حياتي كاملة، وهي ومن ذاك اليوم أفكر كيف أحصل الصوص. واليوم بعد 20 سنة تحقق حلمي. اليوم عندي الصوص بالمعنى الحرفي، صوص تشيز فاير صوص في وجبة هاتريك من برجرايزر. داخل منافسة مع تبزو سعود واخوانه في مين الصوص حقه أفضل. عشان تدخل في سحب على جوائز بقيمة 50,000 ريال. جرب وجبة هاتريك ستريبس من برجرايزر، سوي سكان للQR كود وصوت للصوص المفضل عندك، تشيز فاير صوص طبعا. جرب الوجبة وما بتندم. رابط تطبيق برجرايزر تلقوه في الديسكريبشن تحت. أمبي شلون ساكتين انتم؟ شلون ساكتين مرتاحين انتم؟ شلون تاكلون؟ شلون تشربون؟ شلون علموني شلون؟ يا ابويا ذي نسة الراب وبدت تهرج، دي سوالف ما هي راب. بعد ما نزل الجزء الأول قلت أوكي، كمية التنمر اللي بتجي في التعليقات بتخليها توقف، بس كنت غلطان والله. اليوم اللي بعده نزلت الجزء الثاني على طول. شلونكم شخباركم يا جماعة؟ طبعا بعد ما مسكت روحي من البكي واللي قاعد أشوفه يصير بفلسطين، هذا شيء مهين. فطرب بالي أول ما شفت المشاهد طلب بالي إني أكتب هالكلمات الراب. طبعا الجزء الثاني طلبكم في الراب الأول قلتوا لي ليش ما حاطة يعني موسيقى، بس الموسيقى هي أصلاً براسي ما يحتاج أحطها. فراح أحاول قد ما أقدر إني أطلع لكم الموسيقى هذه برا من عن طريق حجي يعني. يلا. طبعا في ناس قاعد تقول كلنا دائما يقولون متى يبلش، الحين يبلش الراب. يلا بسم الله. ياو لا كوميدي على أعلى مستوى. المقطع ذا شفته 9 مرات ولا الحين أضحك زي ما ضحكت المرة الأولى، لأنه شيء ما يدخل العقل.
كيف تقدر تبكي وبعدها بثانية تقول بسم الله ياو ياو بدون ما تضحك على نفسها، لا وبنبرة حزينة كمان، شيء ليجندري. شلونكم، شو اخباركم يا جماعة الخير؟ طبعا بعد الحاحكم المستمر الحاح مستمر حق الجزء الرابع، فأنا سويت لكم الجزء الرابع، وهذه بعض من التعليقات. ذولا كلهم شغالين في جيش الاحتلال، ما حد منهم تعليق حقيقي ترى. ذولا كلهم الموساد يبغوا يشتتون عن القضية، زي سمول كابتشينو، الناس كلهم قاعدين يتكلموا عن القضية في تويتر تمام، فجأة قام طلع وكتب أبويا معروف إنه مليونير. وطفى ما حد سأل بعدين إيش المليونير اللي يقعد يعد حبات الناجتس عشان يتأكد إنه ما انسرق؟ ذي حركات طفرانين، أعرف الحركات دي لأني أنا أسويها. إذا شفت واحد يطلع من بوفية ويقعد يعد قطع الطعمية عشان يتأكد إنه ما في واحدة ناقصة، هذا أنا أكون صريح معاكم. أنتم من صدقكم للحين ساكتين؟ أنتم من صدقكم للحين ساكتين؟ من بعد كل هذا الدمار، من بعد كل هذا الدمار، حلفوا، حلفوا، أهل فلسطين سامحونا على القصور، أنا لو بيدي أبني لكم قصور، يا أهل فلسطين سامحونا على القصور، أنا لو بيدي أبني لكم قصور. أهل فلسطين ما يبغوا منك لا قصور ولا أي شيء، صدقيني يبغوك تسكتي بس، ورب المصحف تكلمت مع كثير منهم، طلبهم الوحيد قالوا لك شكرا ما قصرتي، بس من جد ما نبغى شيء منك إلا إنك تسكتي أرجوك. أنا لو بيدي أبني لكم قصور، لكن على مر العصور ما عاد فيه عصفور، لكن على مر العصور ما عاد فيه عصفور. ذي أفضل كلمات أغنية سمعتها في حياتي، أكون صريح معاكم. أنا كنت حاسب إني ذكي لما قلت شيل البيض حطه في الزيت، بس على مر العصور ما عاد فيه عصفور. دي تاريخية، دي كيف فكرت فيها دي؟ وطف حسبي الله ونعم الوكيل. والله ما تستاهلين اللي جرالك يا بعد روحي وقلبي انتي، والله ما تستاهلين اللي جرالك. ايش بامها قلبت أليسا فجأة؟ توها كانت 50 سنت السالمية ويست سايد ياو فجأة قلبت أليسا. أقوى أنواع الفنانين هم اللي يقدروا يتنوعوا بين الأغاني، وذي متنوعة جدا، قاعدة تقلب من الزبالة للقاربج فجأة كذا. يا بعد روحي وقلبي انتي، والله ما تستاهلين اللي جرالك، والله ما تستاهلين اللي جرالك، يا بعد روحي وقلبي انتي، يا بعد روحي وقلبي انت. بعد السوء اللي طلعت فيه بلغتها عشان ما عاد تطلع لي، بس فجأة بدأت تجينا رسائل كثير يقولوا لي باري 50 سنت السالمية صارت تنزل أناشيد. قلت نوي أناشيد فجأة، لازم أسمع اللي يتكلم عنه ورسلونا المقطع ده. عربي عربي شهدنا قوافل وعظمنا جبال، لا نركع لسافل لا نهب اعتقال، فلسطين عربية. هذه اللي من جد ما تعرف كيف تحاول توقفها. إذا حاولنا نقول لها الأغاني حرام وما ينفع بتقوم تنشد، إذا قلنا لها صوتك ما ينفع في الأناشيد وأقوى أوتوتون في الأرض ما بيصلحه بتقوم تقول شعر. حرفيا الحل الوحيد السجن. من البداية قلت لكم، أدري إنه أغلبكم بيشوف إنه شيء بريء وأناشيد بريئة، بس صدقوني بديت أشك إنه ذي خطة من الموساد، لأنه ما في إنسان طبيعي بيقدر يطلع بشيء سيء قد كذا. أعتذر لكل واحد سمع صوتها عن طريقي، من جد أعتذر. لو المقطع ذا عن اللي يصير في أوكرانيا وقلت أسوأ شيء يمكن ينقال عن روسيا والروسيين وبوتين نفسه، بيجي أوباما بنفسه يحط لي لايك على المقطع، بيعطيني قلادة الحرية، مستحيل ينحذف. الأمم المتحدة بتعطيني جائزة نوبل للسلام إذا سفلت في روسيا، بس إذا قلت أقل كلمة عن الصهاينة اللي سووا خصم من اللي سوته روسيا بمليون مرة، هنا لا، يسموها معاداة السامية، تهمة جاهزة مغلفينها ومجهزينها لأي شخص يتكلم عن اللي يصير في فلسطين.